سلام زينات، واش راكم؟ ان شاء الله تكونوا كامل بخير ومهنيين في حياتكم. فيديو جديد ونصيحه جديده من الاخت لاختها. كما العاده خياتي اللي راهي مشتركه في القناه نقول لها مرحبا بك، واللي ما راهيش مشتركه ودخلت القناه بالصدفه نقول لها فرحينا بالاشتراك والجام والبارطاج والكومنتار خياتي، وان شاء الله تستفادوا كامل من النصائح اللي نمدها لكم. قبل ما نبداو نصلوا على رسول الله محمد عليه افضل الصلاه والسلام. اليوم جبت لكم موضوع يهم كل مرة، خاصة اللي حابة تفهم راجلها وتعرف كيفاش تدخل لقلبه بلا مفتاح، وكيفاه تحافظي على راجلك، وشنو هم نقاط ضعف الراجل، وكيفاه تستغليهم باش تكسبي راجلك. الراجل مهما كان قوي عنده نقاط ضعف، وكي تكوني ذكية وتعرفي تلعبيها صح كما نقولوا، راهو يولي يخمم فيك ليل ونهار ويولي خاتم في صبعك. اولا حبيبتي، كي تعجبوا مرأة، الراجل كي تعجبه وحده ينسى روحه، ينسى الدنيا، يولي يدير المستحيل باش يرضيها حتى لو يضر نفسه. هذه نقطة ضعف كبيرة وخطيرة. ديما جدي روحك، خلي لبستك هدرتك ضحكتك يعني تعجبه، ديما خليه يشوفك يوميا بنظرة جديدة، كلمة حنينة تكسره. الراجل حبيبتي يبان جامد، يعني يبان قوي، بصح كلمة كيما توحشتك ولا يعطيك الصحة تخليه يذوب. استغلي لحظات الغضب بكلمة طيبة، راهو يولي خاتم في صبعك وديما يسيي يراضيك. لازم يحس بالرجولة التاعو. الراجل يحب يحس روحه هو السند، هو الراجل تاع الدار. كي تنقصيله من رجولته يتهرب ولا يبرد. واش ديري في هذه الحالة؟ خليه ديما يحس روحه مهم، كبريه قدام الناس وطلبي رايو حتى لو في الحوايج البسيطة. عندكم أيضا خياتي النصيحة الرابعة: الراجل ما يطيقش التهميش، تتجاهليه ما تديهاش فيه، تدي اهتمامك لغيره، راح يبرد ويرجع يدور برا على واحدة أخرى تهتم به. ديما ارجعي ليه باش يحس باللي راهو كل شي عندك. خامس نصيحة خياتي هي يماه خط أحمر. الراجل عنده يماه خط أحمر، مهما كانت العلاقة بيناتكم ما تجبديهاش في النقاش، عامليها باحترام، خليه يشوف هو وين الصح وين الغلط، بلا ما تجرحي له يماه ولا تقولي كلمة تندمي عليها موراها. الراجل حبيبتي يكره الخسارة، ما يحبش يخسر حتى في النقاش تافه. الخسارة تجرحه وتخليه يزعف، خليه يربح في الجدال، وكي يرتاح حبيبتي اهدري له بالمنطق. وكاين حاجة مهمة جدا: العياط قدام الناس. العياط قدام الناس جرح كبير، ماشي تفضحيه ولا ترفعي صوتك عليه قدام الناس، راهو يتهد ويتكسر من الداخل. حلي المشاكل اللي بيناتكم بلا شهود، احشمي عليه باش هو يحشم عليك. الغيرة تذبحو. الراجل يغار من الهوى اللي تمسيه، غيرته نار، تقدري تولي عدوة رقم واحد بلا ما تحسي. خلي الغيرة حبيبتي تكون خفيفة باش يحس بيك، بصح ما تزيديش عليها وتلعبي بالنار. تاسع نصيحة خياتي: الراجل ما ينساش بالخف. كي تجرحيه بكلمة حتى لو سامحك في هذيك دقيقة، راهو الجرح يبقى في قلبه. ردي بالك من الكلام تاعك. وكي تغلطي خياتي ولا كي تغلطي حبيبتي، اعترفي وبوسي راسه، راهو يسامح ويفرح بك. عاشر نصيحة وهي النصيحة الأخيرة: يحب المدح والاهتمام. الراجل خياتي كطفل صغير يحب يسمع باللي راهو شاطر، يحب كي تهتمي به، امدحيه كي يعاونك، حتى كي يبدل لمبة راهو يفرح ويزيد يعطيك من قلبه. الراجل ماشي صعيب خياتي، بصح لازم تعرفي له مفتاحه، ماشي بالعناد ولا بالتحدي ولا بالغيرة ولا بالشتيمة ولا بالغضب، لا، بل بالذكاء الأنثوي، بالكلمة الطيبة والاحترام. خلي راجلك يشوفك ملكة وهو راح يولي خاتم في صبعك. بهذه النصائح نكونوا كملنا الفيديو تاعنا نهار اليوم، نتمنى تكونوا استفدتوا منه ولو بالقليل. ادعموا القناة بالجام والكومنتار والبارطاج. نتلاقاو في فيديوهات قادمة إن شاء الله. سلام.